عليكم ورحمة الله وبركاته. في ترند كده منتشر على التيك توك، هي أغنية أصلا لأم كلثوم يعني، بس المقطع المنتشر ليها اللي بيغنيه نور الشريف الله يرحمه. بتقول إيه بقى؟ بتقول ابتديت دلوقتي بس أحب عمري، ابتديت دلوقتي أخاف لا العمر يجري. ابتديت دلوقتي بس أحب عمري، ابتديت دلوقتي أخاف العمر يجري. مؤثرة الحقيقة، خصوصا إن هي بتتنشر مع صور لأشخاص مع عيالهم، مع أسرهم، مع أهلهم في مراحل عمرية مختلفة، بتنتهي أو ما بتنتهيش، مش شرط الناس اللي شاركت في الترند يعني، إما إنها أولادك بيكبروا في كذا صورة معاك وأنت كمان بتكبر، أو حد بقى بيتوفاه الله يعني. بس هي يعني الشاهد منها إنه بس هي الأغنية معبرة فعلا. اما العيال بتكبر او العمر بيعدي بينك وبين الناس اللي انت بتعرفهم، فده بيبقى معناه بالضرورة ان في واحد فيكم يعني رحلته قربت تخلص، في واحد فيكم عاجلا ام آجلا خلاص يعني هيسيب التاني، هيفارق التاني. الأغنية دي والترند ده فكرني بحاجة كنت سامعها في بودكاست. ايه الفرق بين المكسب والرزق؟ ايه الفرق بين المكسب والرزق؟ المكسب هو اي فلوس بتدخلك، الرزق هو اللي اتصرف عليك منها. يعني انت بتقبض في الشهر 10,000 جنيه مثلا، تصرف على نفسك 1000 جنيه او 5000 جنيه، بتحوش الخمسة الباقيين. الخمسة الباقيين اللي انت حوشتهم دول مش رزقك، ال10,000 مكسبك، الخمسة اللي صرفتهم على نفسك رزقك، ال5000 الباقيين مش رزقك. رزق الناس اللي اتحوشت لهم الفلوس دي، يطلعوا بقى زي ما يطلعوا بقى اهلك، حد تاني ورزقك، يطلعوا زي ما يطلعوا. ايوه يا عم عمرو، يعني انت عايز تقول ايه؟ انت اتنكدت وطالع تنكد علينا؟ لا مش طالع انكد عليكم ولا حاجه، بس طالع اقول لكم استغل الوقت على قد ما تقدر، استغل الوقت مع الناس اللي انت بتحبهم على قد ما تقدر.